مساء الرعب. معانا النهاردة قصة جديدة هتخليك تعيش لحظات من التوتر والغموض. قصة النهاردة عن أوضة أي حد يدخلها عمره ما بيخرج زي ما دخل. الأوضة دي فيها سر قديم ولعنة محدش قدر يكسرها. استعد واربط أعصابك عشان اللي هتسمعه دلوقتي مش مجرد حكاية، دي تجربة ممكن تخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تفتح أي باب أو حتى شباك. بتبدأ حكايتنا مع سامح اللي كان راجع من سفر طويل، والليل دخل عليه وهو لسه في الطريق، وفجأة عربيته عطلت وما بقتش راضية تدور. حاول كذا مرة إنه يدورها لكن مفيش فايدة. بص حواليه لقى فندق قريب، فقرر إنه يبات ليلته هناك لحد الصبح. وهناك وهو بيحجز أوضة موظف الاستقبال قال له ما عندناش غير أوضة واحدة فاضية، رقم 6، بس خد بالك ما تفتحش الشباك مهما حصل. الكلام كان غريب لكن سامح كان تعبان ومركزش فيه، ولما دخل الأوضة نام بسرعة. لكن في نص الليل سمع همس جاي من ناحية الشباك، صوت واحدة بيردد اسمه سامح سامح. قام بخوف يشوف مين بينادي عليه، لقى الستارة بتتهز رغم ان الشباك مقفول، وبعدها الصوت بقى أوضح افتح خليني أخرج. ايده قربت من الشباك لكنه افتكر تحذير موظف الفندق فرجع بسرعة. وفجأة ظهر ظل طويل وعيونه حمرا بتلمع من ورا الإزاز، وضرب بإيده بقوة على الشباك لحد ما الإزاز اتشقق. جري سامح بسرعة على باب الأوضة علشان يفتحه لكنه مرضيش يتفتح معاه، وآخر حاجة سمعها قبل ما يغمى عليه محدش بيخرج من الأوضة رقم 6. وتاني يوم الصبح الموظفين في الفندق لقوا سامح مرمي قدام باب الأوضة مغمى عليه. ولما فاق وحكى لموظف الاستقبال اللي حصل له، الموظف حكى له قصة الأوضة دي وقال له من 30 سنة كان في واحدة اسمها هدى نزلت الأوضة دي مع جوزها كان بيحبها بجنون لكنه كان شكاك بشكل مرعب، وفي ليلة سودة قتلها وهو واقف قصاد الشباك، ولحظة موتها انعكست على إزاز الشباك، وبعد ما وقعت جثة قدامه قتل نفسه جنبها. ومن ساعتها أي حد بيدخل الأوضة بيسمع صوت هدى بتنادي عليه من الشباك، ولو حد قرب يفتحه بيظهر وراها شبح جوزها بعيون حمرا وماسكها كأنه حابسها، واللي بيمد إيده وبيفتح الشباك بيختفي للأبد. وبص الموظف لسامح وقال له انت شفتها، وده معناه ان اللعنة اختارتك، اللي بيشوفها مرة لازم يشوفها تاني. ومن يومها سامح كل ما يبص في مراية أو إزاز يلاقي انعكاسها واقفة ووراها ظل جوزها. سامح ما قدرش يتعايش مع اللي بيحصل له، وقرر انه يروح لشيخ اللي قال له لو عايز تتحرر لازم ترجع الأوضة وتقرأ قرآن جواها، وهناك مش هتواجه روحها بس لكن روح اللي قتلها. وبالفعل رجع سامح الفندق وكان معاه مصحفه ودخل الأوضة رقم 6. الجو كان بارد جواها والستارة بدأت تتحرك، وسمع صوت هدى وهي بتبكي وتقوله افتح سيبني أخرج. ولما بص على الشباك لقى الشبح الأسود واقف وراها بعيونه الحمراء، كان ماسكها من إيديها وقال له بصوت مخيف محدش هياخدها مني. سامح بدأ يقرأ القرآن بصوت عالي، وفجأة الشبح الأسود صرخ وحاول يهجم عليه، لكن كل آية كانت بتتقال كانت بتبعده عنه. وفجأة صرخة عالية رجت الأوضة والإزاز اتكسر كله، وظهر شبح هدى في شكلها البشري وقالت له شكرا دلوقتي أقدر أرتاح. وبمجرد ما قالت كده اختفت زي دخان أبيض، والشبح الأسود اتحرق في مكانه واختفى. وبعدها الجو رجع طبيعي في الأوضة، لكن الفندق قفلها وحطوا يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول. انتهت الحكاية، وبكده نكون وصلنا لنهاية حكاية النهاردة. يمكن القصة خلصت لكن اللعنة لسه عايشة في خيالنا. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة